كنرحب بكم متابعينا الأوفياء وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي من فيديو جديد ووصفة جديدة غادي نقترح عليكم ثلاثة ديال الحشوات مختلفين باش هكا تملؤوا الميني كيش وتملؤوا البيتزا ديالكم. يعني وصفات ولا حشوات اللي هي سهلة وسريعة تحضروها في واحد الوقت اللي هو وجيز كيف ما عودتكم دائما. وكيف العادة كنرحب بالناس اللي يلاه التحقوا في القناة وبالناس اللي ديجا معايا في القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم. كنتمنى المحتوى ينال الإعجاب ديالكم ويروقكم كيف ما عودتكم دائما. إذا كيف ما غتلاحظوا غادي نقترح عليكم ثلاثة الحشوات اللي ساهلين ماهلين تملؤوا البيتزا ديالكم الميني كيش أكيد والميني بطبوط فهما ساهلين وسرع وكيجيو بمذاق اللي خطير وغزال كيف ما عودتكم دائما. ما تمشيو فين خليكم معايا باش تشوفوا الاقتراحات مع بعض على بركة الله. غادي نبداو الوصفة ديال اليوم. كنرحب بكم متابعين الأوفياء مرة أخرى وكيف ما غتلاحظوا غادي نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله. كأول مرحلة ناخذ المكونات اللي غادي ندوزهم كاملين في الحكاكة باش غادي نحكهم على هذا الشكل هذا وغادي نخليهم في هذا التبصيل هكا مستفين كل حاجة بوحديتها. فبالنسبة للكاشير استعملوا أي نوعية كتفضلوا، استعملوا لانشون مورتاديلا أكيد كتوبية اللي المذاق اللي كيعجبكم. بالنسبة للفرماج من الأفضل تستعملوا نوعية جيدة يعني ديال التاج فكيكون المذاق ديالو بنين وكيجي غزال هكا سواء في البيتزا ولا في الكيش فهو كيعطي واحد المذاق اللي خطير. أنا استعملت هنا 200 غرام. بالنسبة للديك الرومي المدخن ولا لا دان فيمي فإلا كان متوفر من الأفضل فكيزيد واحد المذاق في الكيش كيجيو بنان. إلا كان ما متوفرش يعني ماشي شرط يعني إلا كان متوفر من الأفضل وإلا ما كانش ماشي مشكل إن شاء الله غادي نعوضوه هكا بعلبة ثانية ديال الطون. هنا من بعد ما حكيت المكونات ديالي كلها فهي كتكون على هذا الشكل هذا. يعني تحضيرات الاوليه يعني حشوات اللي سهله سريعه كتوجد في واحد الوقت اللي هو وجيز كيف ما عودتكم. أنا كنعطيكم حشوات ساهلين يعني وبساط ولكن المكونات يعني الثمن ديالهم شويه طالع انما غادي نعطيكم اي مكون باش تبدلوه. هنا حكيت الموتزاريلا على هذا الشكل هذا، الفرماج الاحمر الكاشير ولا دانت فيمي على هذا الشكل. بالنسبة للحشوات اللي غادي نستعمل في البطروط أكيد وفي البيتزا هنا كيف ما تلاحظوا كمية من العدد وكمية من الكفتة فأنا ضاعفت الكمية يعني هاد المقادير فأنا دوبلتهم. بالنسبة لابارايا كيش فأنا كنستعمل فيها بيضة كبيرة ياغورت طبيعي، علبة ديال الطون أكيد نص كاس د الحليب، لا داند المدخن أكيد مع الفرماج الأحمر وكنستعملو الملح والإبزار. وكيف ما غتلاحظوا إن شاء الله 100 غرام ديال الفرماج الأحمر. المكونات كلها غادي نخليها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. مباشرة كنجبد هكا القوالب ديال لي كيش ديالي من الكونجيلاتور مباشرة كنحطهم هكا في اللاطة ديال الفران. كنملأ الحشوة ديالي على هذا الشكل هذا. كنديروا معلقة صغيرة د المايزينا ونص معلقة ديال الخميرة ديال الحلوى فهي كتعطينا واحد لا فوليوم هكا للميني كيش ديالنا وكيجيو غزلان بزاف وكيجي المذاق ديالهم بنين يعني وكيجيو مقرمشين. إذا في هذه المرحلة فإحنا كنسخنوا الفران دائما على نار اللي كتكون متوسطة كنسخنوا لمدة 10 دقائق من قبل. كندخلوا لي كيش ديالنا على خاطرهم حتى كيتحمروا وكنخرجوهم. كيف ما غتلاحظوا بنفس الشكل اكيد غادي نستف البيتزا ديالي وغادي ندير لهم هكا صلصه الطماطم. ممكن تستعملوا سوليس اللي كتباع واجده فهي غزاله بزاف. كيف ممكن انكم تحضروها في المنزل ديالكم ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. في البيتزات اللي سبق لي حضرتها معكم بحجم عائلي فهما كتجي غزاله بزاف وصلصه اللي خطيره وبنينه بزاف. اذا هنا على الشكل هذا كنحط الميني بيتزا ديالي كندير عليهم صلصه الطماطم كيف ما كنقول لكم استعملوا اي نوعيه عندكم متوفره. والناس اللي بغاو هكا يعني الطريقه ديال الميني بيتزا ديال لي كيش اكيد وديال الميني بطبوط ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف هكا باش السيدات اللي مازال ما شافوش الوصفات يرجعوا هكا ويشوفوا الوصفات اللي سبق لي درت معكم راهم ناجحين من اول تجربه وكيجيو رائعين بزاف بزاف. هنا من بعد ما دهنت هكا درنا صلصه الطماطم كنضيف الفرماج ديال الموتزاريلا. يعني ضروري انكم تضيفوا هكا يعني كقاعده عاد كتضيفوا الحشوه ديالكم من الفوق. بالنسبة للحشوة فأنا خديت الكفتة هكا شحرتها مع الفلافل الألوان والتوابل كيف ما عودتكم دائما الملح والإبزار وشوية ديال الخرقوم وكنضيفو أكيد الربيع مقطع حتى الأخير وكنزينو هكا وكنملؤو الميني بيتزا ديالنا على هذا الشكل هذا. كنضيف هكا 3 ديال القطع ديال الزيتون الأخضر ممكن تضيفوه كيف ممكن أنكم تستغناو عليه فقط كيعطي واحد الحموضة يعني داك البيتزا كيجي واحد المذاق يعني كيجي غزال بزاف. وفي الأخير كندير هكا واحد شوية ديال الفرماج غابي على هذا الشكل هذا كنديرو في الوسط. وأكيد في الأخير ملي كطيب البيتزا ديالنا فأنا كندير واحد الحكة ديال الزعتر فهي كتعطينا مذاق اللي غزال بزاف. أما بالنسبة للحشوة ديال البطبوط فهي ساهلة وسريعة بزاف بزاف. كيف ما غتلاحظوا فأنا خديت لاداند شحرته هكا مع بصيلة هكا والعطرية كيف ما موالفين كديروا هكا حتى كيطيب لاداند ديالكم على هذا الشكل هذا.
وفي الأخير فأنا كنضيف له هكا الكاشير، يعني ممكن تضيفوا هكا الزيتون مقطّع، كاشير مقطّع اللي عندكم. دائمًا الحشوات كتبقى اختيارية، فأنا درت معكم الحشوات اللي حضّرت وأنتم ديروا الحشوات اللي كتناسبكم. إذا كيف ما غتلاحظوا معايا فالشكل المملح ديالي فهو يكون على الشكل هذا كيجي غزال، كل شكل كينسيك في الآخر بمذاقات اللي روعة بزاف بزاف. إلا جربتوها غتنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. وكيف العاده كنرحب بالناس اللي يلاه التحقوا بالقناه وبالناس اللي ديجا معايا في القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وراقتكم كيف ما عودتكم دائما. ما تنساونيش من زر لايك للاعجاب باش هكا دائما كتحفزوني نعطيكم وصفات اللي كتكون سهله اقتصاديه وفي المتناول، وفي نفس الوقت كتعم الفائده. اكيد ما تنساونيش من التعاليق والاراء ديالكم الزوينه اللي دائما كتحفزني نبقى حاضر معكم نعطيكم الجديد والمزيد. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاهل والاصدقاء والمعارف ديالكم. متابعينا الأوفياء، وصفتنا وصلت نهايتها، وكيف العادة دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله.